الجزائر في 2025 حسب عبد المجيد تبون هو استيراد مليون، ليس مليون ونصف لكن مليون رأس غنم، يعني من رومانيا وإسبانيا. بطبيعة الحال هذه عملية الاستيراد دون أننا نبقاو نكرروا، لأنه كل مرة نتطرق إليها وسنتطرق إليها إلى غاية عيد الأضحى، لأنه هذه المهزلة مستمرة. النظام الجزائري يعني ولا واحد يمكن أن ينفي أنه هذا كان مرتبطا بالجارة الغربية. الجارة الغربية قرر الملك يعني أطلق نداء لشعبه بأنه يتم يعني أنهم يمتنعون على التضحية هذه السنة، وأنه سيقوم بالتضحية عوضا عنهم، وهو أمر حدث سابقا بسبب الجفاف وحفاظا على رؤوس الغنم وغيرها من الأمور. هذه قضية تخص الجارة الغربية. لكن النظام الجزائري تبون لي في 2024 قال بأن الجزائر لن تستورد، يعني وضع هذا، راح نحاول نسمعوا هذا فيما بعد ربما، يعني قرر هذه السنة على خلاف السنة الماضية اللي قال لك لن نستورد فيها أي شيء، أنه يستورد مليون رأس غنم. ونشوفوا النتيجة الآن. يا لطيف يا لطيف شوفوا بنفسكم. ها تعرفوا لما وهذا قال لهم هذه هي الجزائر الجديدة، هذه الجزائر سنة 2025. قلت لكم المرة الماضية ولا لا، أليس من الأحسن أنه ما تضحش؟ يعني شوف حتى السخرية تاع القدر، لأنه لما أعلن على الأمر في الجارة الغربية أنه ما تكونش تضحية هذا العام، وكانت سخرية من أنصار النظام الجزائري، وشفنا حتى بعض الصور سابقا. الآن هذه سخرية القدر من القرعة على الأضحية. تعرفوا الفرنسيين لما شاركت هذا المقطع في منصة إكس مش يكتبوا، كاين حتى اللي يراسلوني يضحكون لأنه الأمر صار ساخر بالنسبة لهم. يقولوا لي في الفيديو هذا أين هم يعني الكباش هم الناس هادو، ولا الكباش هم من اللي رايحين يضحي بهم، يعني بمن سيتم التضحية العيد هذا؟ يعني على أساس النظام الجزائري يحول الفرد الجزائري إلى أنه ليصر، إلى أنه الآن صارت الطبيعة الحنية تخرج، لأنه هذه ممارسات كان وراء خلق هذا المشكل. بطبيعة الحال هو النظام الجزائري، هذا هو الإشكال. تبون لو نسمعوه فقط. الغذائية يعني تربية الغذاء طلعت للعيد ما نستوردش. عفوا نزيدوا نسمعوا. كثير من الناس يجهزوا نفوسهم إلا للعيد، ركزوا. وحتى في العيد كانت فيه نداءات، انا سميت ودنيه ما نسمعش النداء هذا باش يقول لك استورد لنا باش نذبحوا في العيد. ما نستوردش. هذا منذ تصريح عنده في 26 نوفمبر 2024. هذا تبون كان يدير في الحوصله تاع عيد الاضحى اللي تاع السنه الماضيه. ما يعني شوف حتى القضيه واضحه. هذا مباشره حتى قبل ما تصير الفوضى هذه وقبل ما تصير القرعه، يوم اعلن تبون على استيراد مليون، وكان راح يقول مليون ونصف، مليون وحشم. بطبيعه الحال قلت لكم بانه هذه كارثه، هذا خطا. هذاك الوقت صار النظام قال لك انت عامل المخزن وانت ما حبش الخير الشعب. اليوم بنفسه يقول لك الله لا يخليني نضحش نتعرض الى اهانه مثل هذه والى السخريه الان من العالم كله. راني قلت لكم الان بعد الجيران اللي كانوا يضحكوا الان صاروا حتى الفرنسيين صراحه، الان ما بقاتش فقط ملخصه في الجيران، لأن حتى الفرنسيين صار موضوع السخرية الأساسي هو ما يحدث في الجزائر بسبب النظام الجزائري. ظروف تاع قرون وسطى،